الموتزاريلا ستيكس. موتزاريلا ستيكس في البيت، انتوا متخيلين ان احنا نعرف نعمل موتزاريلا ستيكس في البيت بطريقه سريعه جدا وطعم تحفه واحلى بكتير جدا من بره، ويكفي ان هي تبقى سخنه وسايحه اول ما نجيبها، ما نستناش عقبال ما تجيلنا وتبرد. يلا بسرعه تعالوا نشوف الطريقه، وقبل ما نروح مش هننسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. هنجيب الجبنه تكون بالشكل ده عندي. طبعا دي جبنه تشيدر جايباها من السوبر ماركت اللي هي المغلفه، زي ما احنا شايفين السمك بتاعها بيكون عامل ازاي. ممكن لو ملناش التشيدر ممكن الجوده او الحلومي او جبنه موتزاريلا، بس تكون قوالب كده عشان اعرف اقطعها صوابع وتتحمل القلي. ليه بقول انواع الجبن دي؟ علشان دي اللي ممكن تحمل القلي وما تسحش او تفك من بعضها، وفي نفس الوقت دي نتيجه الشده اللي احنا بنشوفها. يلا بينا نقطع الجبنه دي. انا هقطعها على 5 صوابع. واحنا بنقطع نخلي بالنا عشان ما تتفرولش مننا. طبعا انا مطلعها من الفريزر قبل ما اشتغل مفيش يعني اقل من 10 دقايق، 5 دقايق. لازم السكينة عندي تكون حامية. لو ناخد بالنا بحاول اضغط ضغطة واحدة ممشيش فيها عشان ما تفرولش مني من الجناب. بقى عندي ده الشكل النهائي لصابع الموتزاريلا اللي انا هعمله زي ما احنا شايفين اهو. هنرصهم كده لغاية ما احضر الخلطة بتاعتي اللي هقلي بيها زي ما احنا شايفين. طبعا يعني مش عارفة اظبط قوي الصوابع، ان واحد تخين سنة واحد رفيع سنة مش مشكلة، يعني السكينة برضو مش بتساعدني قوي لاني بضغط ضغطة واحدة فزي ما بتيجي معايا. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعي بعد ما قطعت صوابع الموتزاريلا. يلا بقى نعمل الخلطة ونجهزها اللي هنحط فيها صوابع الموتزاريلا دي. اول حاجة عندي انا هيبقى عندي 3 اطباق. اول طبق فيه كوباية دقيق او كوباية ونص دقيق، طبعا ده بيبقى على حسب كمية الموتزاريلا اللي عندي. دي انا حاطة فيها كوباية دقيق. هنزل بمعلقة ملح. طبعا انا ليه بحط ملح وبحط شوية توابل؟ عشان احنا عارفين الجبنة ما بتبقاش ليها طعم، تبقى عادبة خالص. هنزل بسنة فلفل اسود نص معلقة، معلقة توم بودرة، معلقة بصل بودرة. لو عندي بابريكا ممكن احط بابريكا زي ما تحبوا. هبدأ اقلب الخليط ده كله مع بعضه. ده كده اول خلطة عندي، هنركنها على جنب وندخل بالخلطة التانية. تاني خلطة عندي جبت نص كوباية لبن وهكسر عليها بيضتين. انا قصدي اقول لكم ترتيب الخلطات كده عشان هو ده الترتيب اللي هنحط فيه الجبنة قبل القلي على طول. يبقى اول حاجة كانت الدقيق بشوية البهارات بتاعتي، تاني حاجة اللبن والبيض وهنحط لهم سنة ملح صغيرة عشان الزفارة، وننزل بسنة فلفل صغيرة. ليه بحط اللبن؟ انا بحطه لسببين. اولا عشان يدي بس شوية ليونة للبيض ما يبقاش تخين وانا بحط فيه جبنة، عشان هيبقى متقلف في دقيقة قبل كده الجبنة. تاني حاجة بصراحة علشان يعني يبقى قيمة غذائية للولاد وهما بياكلوا. بحب ادخل اللبن في معظم الاكل على قد ما اقدر، عشان لو عندنا ولادنا ما بيحبوش يشربوا اللبن بقدر الامكان دخليه في اي اكل. زي ما احنا شايفين كده اهو، نفضل نقلبه لغايه ما القوام بتاعه يبقى كويس. ده كده تاني خلطه عندي. هندخل دلوقتي بتالت خلطه واخر خلطه عشان نشتغل. دي تالت خلطه، بقسماط مطحون عادي جدا، وبنزل عليه بفيجيتار. انا بحب احط فيجيتار عشان يدي القوام اللي هو من بره مقرمش شويه زي الجاهزه بالظبط. انا حاطه فيجيتار عادي عشان مش هقدر اجيبه حار عشان الولاد، بس لو حابه تحطي فيجيتار حار
عايزه اجيب فيجيتار سبايسي زي ما تحب، واقوم مقلبه مع البقسماط. في ناس بتحب تحط شوفان برضو براحتها. كده تالت خلطه عندي. يبقى انا عندي الثلاث خلطات بتاعتي اهو. اول حاجه الدقيق مع شويه البهارات بتاعتي، توم بودره وبصل بودره وملح وفلفل، عايز تحطي بابريكا براحتك. بعد كده البيض واللبن، بيضتين ونص كوبايه لبن وملح وفلفل سنه. بعد كده البقسماط المطحون حطيت عليه الفيجيتار العادي، لو عايز تحطي سبايسي زي ما تحبي او شوفان او اي حاجه تانية تدي القرمشه اللي بره. يلا بينا نبدا نشوف هنعمل ايه. هاخد صباع الموتزاريلا اللي عندي احطه في اول خلطه عندي اللي هي دي وشويه البهارات بتاعتي، نفضه كويس كده، ونحطها في البيض باللبن، نازله بعد كده بالبقسماط والفيجيتار. مش هكتفي بكده علشان لما اجي اقلي الجبنه ما تسيحش مني وفي نفس الوقت تدي طبقه جامده من بره. هقوم راجعه تاني حطاه في الدقيق، هعمل الموضوع ده مرتين يعني. وبعد كده هقوم نازله في البيض واللبن تاني. الموضوع ده هيفرق قوي في القلي وفي الطبقه اللي هتتكون، مهم قوي ان احنا نعمل كده. لازم اغرقها كويس. طبعا بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، ما ننساش الموضوع دون، بجد دعمكم بيفرق معايا جدا، بيفرق معايا كمان رايكم قوي. البيض وبعد كده البقسماط والفيجيتار. طبعا انا ليه بعمل كده؟ لانه اولا انا عندي ولاد بيحبوا جدا الموتزاريلا ستيكس دي او صوابع الموتزاريلا مقليه، فبصراحه كانوا بيجيبوها من بره. اولا غاليه جدا، ثانيا عقبال ما بتيجي بتكون بردت ومجلده، ثالثا بقى وده الاهم اني انا مبقاش عارفه ايه الزيت اللي مقلي فيها ولا ايه اللي هما حاطينه. فانتوا عارفين ان انا ضد ان انا اجيب حاجه من بره. بقدر الامكان اللي نعرف نعمله في البيت بيبقى احسن وافيد واوفر كتير جدا، وفي نفس الوقت الولاد ما تحسش ان هي زهقانه من الاكل التقليدي والروتيني بتاع البيت. لازم اتاكد ان هي متغطيه كويس جدا كده اهو. تمام، ده كده بقى الشكل النهائي بتاعي عندي. جينا لاهم خطوه في المرحله دي، ان قبل القلي لازم احطه نص ساعه في الفريزر عشان يتجمد ويمسك نفسه، زي ما بجيب اي حاجه جاهزه من بره. فهحطه نص ساعه في الفريزر عشان لما اجي اقليه ما يفكش من بعضه والجبنه تخرج بره الزيت. يلا بينا ونشوف بعد نص ساعه هنعمل ايه. بصوا دلوقتي في العلبه بتاعتي واحطه في الفريزر نص ساعه بالظبط ونطلعه عشان نقليه. ده بقى الشكل النهائي بتاعي، نص ساعه ونرجع تاني ونشوف مع بعض. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعنا، حاطينه في الزيت، شايفين الجمال. بدأنا نحمر فيه اهو، مش قادره اقولكم يا جماعه، لا الصوت مجنني. تحفة، طعمها يخبل، لازم تروحوا بسرعة تجربوها، ما تضيعوش وقت، بسرعة يلا اعملوا احلى موتزاريلا ستيكس بيتي. تجنن يا جماعة، تجنن بجد، والقرمشة فظيعة. يلا ومستنية تعليقاتكم، ما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، وبألف هنا وشفا ليكم.